السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان، شلونكم؟ ليش اختاريت هاي الولاية من دون الولايات الامريكية اللي موجودة، اللي هي 50 ولاية امريكية بداخل امريكا، واللي موجودة على العلم اللي هي النجوم. اذا شفت نجوم بالعلم الامريكي تعدهن هن 50 نجمة. كل نجمة هي عبارة عن ولاية، 50 ولاية. ليش أنا اختاريت أوهايو بالضبط ودايتون بالتحديد؟ وشنو السبب؟ وليش العرب اللي موجودين بالسعودية أو دول الخليج أو مصر، بالعرب جميعا يختارون هاي الولاية ودايتون بالتحديد يعني؟ وليش الأمريكان هم جايجون لهنا؟ خلينا نجي كل من إلى أسباب. بالنسبة إلي أنا شخصيا، ليش اختاريت هاي الولاية بالتحديد؟ لأن الكفيلي هو موجود بهاي الولاية، موجود بأوهايو وموجود بدايتون. إذا أنت مقدم على UNHCR أو عندك معارف، كنت مهاجر وعندك معارف بولاية مثلا واحدة من الولايات الأمريكية، راح يخلونك بهاي الولاية. القصد مو بهاي الولاية، وإنما مثلا كفيلك قاعد بتكساس، انت راح يخلونك بتكساس. كفيلك ساكن مثلا بأي محافظة الأمريكية راح يخلونك بيها. فأنا كفيلي موجود بأوهايو دايتون، وجيت وخلوني بأوهايو دايتون. مو أنا اختاريت هاي الولاية، هم الأمريكان أو ICMC هم حددوا لي هاي الولاية بالتحديد. ليش؟ لأنه كفيلي موجود هنا. هاي وحدة. نفترض أنه كفيلي بغير مكان، اعتيادي راح يخلوني بغير مكان، بغير ولاية. نجي للنقطة الثانية، إذا أنت ما عندك كفيل راح هم يخلونك بولاية معينة اللي هم يختاروها. زين، ليش العرب اللي خارج أمريكا، ليش العرب الخارج أمريكا يجون بهاي ولاية أوهايو دايتون بالتحديد؟ ليش؟ لأنه أكو جامعات وكليات هنا بكثرة، فمن يختار الجامعة ويختار الكلية راح شنو؟ راح هنا بيها مجمع، يعني مجموعة كبيرة من الكليات والجامعات، ما راح تلقاها بغير باقي الولايات. فمضطرين انه يجون بهاي الولاية. انزين، هسه نرجع الامريكان. ليش الامريكان يختارون هاي الولاية؟ هاي الولاية هي تقريبا شكل لك ما بيها مشاكل، يعني بيها مشاكل، مو ما بيها مشاكل، بيها مشاكل، بيها سلب، بيها قتل، بيها كل شيء تتوقع. بس شنو؟ النسبة مالتها قليلة، مو في الباقي الولايات، مو في الهن، لا نسبتها شوي قليلة. هسه أنا جيت أفتر أماكن، وحتى الأماكن الخطرة، يعني ما شفت فد حالة أو سمعت بعض حالات صايرة هنا قتل وخطف وهاي. بس شنو؟ قياسا للباقي المحافظات أو الولايات أقل بالنسبة لي. نسبة العرب بها قليل، نسبة العرب قليل. ليش؟ لأنه الولاية باردة، ولاية باردة، بالشتاء بارد، وبالصيف الجو مالتها حلو. فأنت شنو؟ قسم يحبون هذا الجو، يحبون الجو البارد. والصيف هو 3 أشهر تقريبا يقولون جو بارد. هسه احنا عندنا خريف عودك، يعني بداية جاي تكسر للشتاء. مرة تجي انه البس نص سردان، مرة تجي البس بلوزة، مرة تجي البس شفوف وقمصلة. خبرني هذا الجو، بعدني ما اعرف، ما مرت السنة عليه كاملة حتى اعرف شنو اكو موجود وشكو ماكو. جماعة الشكو ماكو، حزب الشكو ماكو، شكو ماكو بهاي الولاية بالضبط. فاحنا
نريد نعرف هسه حتمر سنة كاملة وراح يجي الشتاء هنا واشوفن شنو الوضعية مالت الشتاء. بس ما يبشر بخير. اكثر الناس تشرد من هالولاية بسبب البرد وتحب هاي الولاية لانه الناس مالتها اغلبيتها زينين. هسه انا مو جاي اشتغل بالوالمارت صار لي تقريبا ما قد شهر يمكن راح يصير لي والله يعني هذول التيم اللي انا اتعامل وياهم والعمال الموجودين بداخل والمارت مالتي مو مال امريكا، يعني كل ولايه بيها 2 3 4 والمارت. يعني مو انت تحكي على الوالمارت اللي عندك ناس انذال وحقراء لا احكيك على الوالمارت اللي عندي انا تحديدا اللي عندي انا. كلهم ما شفت واحد عاملني معاملة مو زينة، ما شفت واحد عاملني عنصري، ما شفت واحد ما حاول انه يساعدني بلغة او اطلب منه اي شيء اقول له بس شنو هذا، رأسة يتفرغ لي يذب الشيء اللي عنده، حسر علي اسأله سؤال اذا ما جاوبني عليه. فاحس بها ناس هم يعني زينين ومن جميع الصيني والياباني والهاي متنوعة، ولو هي كلها متنوعة امريكا كلها متنوعة بالهاي الامور، بس لكن انا حبيت هاي الولاية. بس هسه لو تسألني باقي داخل الولاية كم اكو بيها كولومبوس، اوهايو بيها كولومبوس وبيها دايتون انا الساكن بيها وبيها كيفلاند وبيها سنسناتي، يعني هاي اكو هواي بداخلها. بس شنو هسه لو اريد اروح مثلا احب انه شوي ادفى، يعني اروح كيفلاند شوي اوسع مثلا اوسع ومجالات العمل اكثر وبيها مناطق حلوة سياحية. هنا أنا ما شفت منطقة سياحية بس الطبيعة حلوة بيها، اطلع من هنا القى بحيرات كلش كثيرة، القى انهر، القى شغلات، القى مناطق ترفيهية، اشوف مناطق مثلا حلوة بيها موجودة. بس معناتها مو اكو مقارنة الباقي المحافظات. باقي المحافظات السياحة مالتها ومكانات ترفيه اكثر، هنا موجودة بس شنو شيء قليل، نسبة قليلة. المميزات اللي بيها الحلوة هي هدوءها، شلون تقول مثلا مال عائلة، مال واحد يريد يربي اهله مثلا تربية اطفاله او فشي بجو حلو، اقصد مناخ حلو للتربية، مناخ حلو للتربية. اوكي ثانك يو. اثرت كانت تقول اني اوكي قلت ثانك يو، شوف راسها اسباكية طاحت. فمناخ حلو، فمناخ جو حلو، التربية مال الاطفال. فالاطفال دائما انه شنو تعلموهم شنو انه مثلا من يرجعون من المدرسة يرجعون للبيت، اذا قالك بابا بدي اروح العب طوبه مثل اصدقائي ويا هاي اتفقنا عليها، قل لا بابا من بيت المدرسه وبعدين الله كريم احنا نطلع سويه واحنا هاي. فحلو مو ماكو ناس، اكو ناس اذا راح هو شنو الانسان ترى بيده، الانسان بيده يعني يفكر باطفاله، يفكر بهاي، يحاول انه شنو يبعدهم عن الاجتماعيات، لانه يعني هنا بعد يكثر به هواي امور. بس اذا واحد يروح برجليه، ولا تصدق واحد يتغير امريكي او عربي يتغير هنا من يجي لامريكا اذا هو ما متغير عليك اصلا، هو ببلدك او كان ببلد مثلا تركيا محطة حد ما توصل لامريكا لابد انه يكون عنده محطة يطلع من بلده حتى يروح بلد الثاني، لانه مضطهد او مثلا عاملينه كمذهب كدين كاي شيء يطلع من بلده ويلجأ لغير بلد حتى يكون انه يترتب عليه صفات اللجوء. فاذا الشخص اللي يجي هنا لامريكا ويتغير عليك، سواء مثلا رجال يتغير او المرأة تتغير او الابن يتغير او البنت تتغير، لا تصدق اكو انا بنظري اثنين، يا اما الشخص
هو انت تحطه بمكان معين، بؤرة معينة، يعني شيء معين، بمكان مو زين، مكان بمشاكل، فراح يضطر انه هذا الشخص خليته انت بمكان مو زين، منطقة مو زينة، فراح يخلط ناس مو زينين، فراح شنو راح يتغير. هاي وحدة. بس اذا انت خليته بمكان زين ومكان محترم، مثل هذا مكان محترم، جوارين زينين والناس زينين والمدرسة زينة والكلية زينة والأي شيء وأقارب زينين والدار ما دواره كلهم زينين، ويتغير عليك، لا، هذا مو هو اتغير، وإنما هو متغير بالأحرى، يعني هو متغير عليك. بس شنو جاي ينتظر الفرصة انه تطلع انت لامريكا او تطلع لكندا او تروح لاوروبا، حتى شنو يكشر اسنانه عليك. هو متغير وصاير مرض ومتفحل وصاير سرطان وانت ما تدري بيه نهائيا. فلا بس وصل للمكان هذا رأسة مباشرة راح شي يصير، راح يطلع السرطان مالته. فاذا انت تخلصت من عنده او هو تخلص من عندك على اساس، بس هو بالعكس مو هو اللي تغير، يعني انت راح ترتاح اذا تخلصت من عنده. لا تتحسف عليه، اي شخص كان، اي اقرباء، اخوك، امك، ابوك، اي شخص كان يتغير عليك وانت توصل لمكان اوروبا، امريكا، كندا، ويتغير عليك وينفصل عنك ويطلع من عندك، لا تتحسف عليه، لا تتحسف عليه ولا تنقهر ولا تضوج. بالعكس هو بدأ نهايته بيده وانت بديت النهاية السعيدة. انت راح تبدي بداية سعيدة والولادة جديدة، وهو الشخص راح يبدي بنهاية سيئة ونهايته الأسوأ تصير بعد أكثر. ليش؟ لأن هاي أمريكا اللي يمشي بها عدل الله سبحانه وتعالى وياه، والناس والدولة كلها وياه، واللي يمشي عوج ويختل عن الطريق رب العالمين راح يغضب عليه، والناس والحكومة كلها راح تصير ضده. هو يصور انه إلى كل شيء، لا بالعكس هو راح يخسر كل شيء. المهم نرجع نتطرق بغير موضوع. راح نجي نقول لك هاي الولاية شفنا المميزات مالتها، انه ولاية هذا وبيها فرص عمل، بس شنو مو كبيرة. مثلا انا موجود عندي فرص عمل على $20 واكثر من $20، بس لازم اطلع بالسيارة نص ساعة من مكاني، من هالمكان هذا. الجو حلو بالصيف، مكانات روعة، بيها مناطق تخبل، اجاراتها رخيصة، اجاراتها من 1000 1050 1200 1400 1500 حسب عدد الغرف. كل ما تزيد الغرف وكل ما تصير منطقة افضل راح يزيد السعر. بس لكن انا مأجر 1050 بهاي المنطقة هذا، وانت قيس اكو اقل واكو اكثر. المميزة بعد البيئة الحلو، يعني يعني هذا او حلو، اكو مكانات ترفيه، اكو مكانات العاب، بس شنو قليله كلش، صالحه للعيش بالعائله. المساوئ بيها البرد بالشتاء، مساوئ بيها قله الشغل، بيها البعد. المميز الحلو بيها انه بيها كليات ومعاهد وتدريب، وبيها يعني بيها هواي شغلات من هاي الامور. السيارات، معارض ما سيارات بها موجودة، وما زاد بها اللي هي هو اكوبارت واي يمكن بها مزاد. وان شاء الله انا راح اخلي حلقات، ولانه هذا البزنس مالتي المستقبل ان شاء الله همه واحد من الاشياء اللي خالها ببالي. هاي مميزات وعيوبها. الامريكان ليش يجون هنا؟ ما يتقاعدون اكثرهم يحبون هاي المطار، عندنا مو مطار اما متحف. وليش يجون هنا الامريكان؟ لانه يلعبون هنا هاي اللعبه مالتهم مال العوده وتطقوها
يحبون هنا بيها مساحات كلش كبيرة بهالشي هذا وهادئة وبيها مطاعم كلش هواي بيها هم حلو وجوها حلو. يحبون البرودة يجي هنا. ما يحب ما يحب الحر وما شنو ما يحبه يجي هنا، هاي ملائم إله. بس اللي يحب الحر واللي يحب هاي لا يروح التكساس يروح الباقي المكانات هذيك الحارة. أنا عندي سؤال للعرب الموجودين بداخل أمريكا. كثير من التعليقات جاي توصل لي إنه أنا متقاعد وهو بالعراق، هو بمصر، هو بدولة عربية، هو متقاعد وما يعرف إذا تقاعد أو إذا إجي هنا لأمريكا يعني يقدر يوصل له الراتب، يعني يوصل له الراتب مال تقاعد مالته وشون وبيا طريقة. يعني راح يوصل هنا وهناك احتمال مثلا اكو واحد من عندكم هنا يشرح تجربته بالتعليق انه يابا انا صار لي هلقى السنة هنا بامريكا والراتب التقاعدي كان عندي اللي بالعراق او بمصر او هذا جاي يوصل لي كل شهر، يوصل لي وانقطاع فترة معينة، رادوا من عندي مستمسكات شلون ادزها له. يعني من هالقبيل. هاي المتقاعد الخارج امريكا واجا هنا لامريكا يقدر يسحب الراتب مالته. ارجو من داخل امريكا انه يجاوبونا على هذا السؤال. هذا سؤالي اللي موجود اللي العرب بداخل امريكا، واي شيء تنصحونا به ان شاء الله احنا راح نقدمه لكم ونقدمه للناس الموجودة بداخل امريكا وخارج امريكا. يعني العرب الموجودين ارجو يتعاونون ويا القناة هاي انه شنو حتى الناس تفهم الوضع اللي موجود الايجابي والسيء بداخل كل ولاية اللي موجودة، وان شاء الله نشرح عنها والفائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.